عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم 11/7/2025. غادي نتعرفوا في هذا الفيديو على موعد خلاص مجموعة من المساعدات بحال السينيونيكو أو شيك الأطفال. غادي نتعرفوا حتى على الشروط ديالو بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا الطلب لأول مرة، وكذلك المبلغ اللي كتوصل به أو اللي من حق الأسر اللي عندها أطفال في سن أقل من 3 ديال السنوات. غادي نتعرفوا على موعد دخول فلوس ديال لادي وكذلك ديال لا ناسبي. والموضوع الثاني غادي نتعرفوا على السينيو دي ماتيرنيتا دي كوموني والمبلغ لسنة 2025 رسميا في دورية نشرتها ليمت على الموقع ديالها. أما الموضوع الأخير فكيتعلق بالقانون الجديد الخاص بالجنسية الإيطالية اللي ولا قانون في مارس 2025، وكيتعلق بالناس اللي عندهم جذور إيطالية، وكذلك مسألة ديال الجنسية الإيطالية للأطفال القاصرين هنايا بإيطاليا والتغيير اللي جرى على هذا المسألة ومواضيع أخرى. فكنتمنى أنكم تخلوا اللايك للفيديو. الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة كنتمنى أنكم تسجلوا في القناة وما تنسوش فعلوا الجرس باش توصلوا بإشعار للفيديوهات الجديدة المقبلة. بالنسبة للسينيو دي ماتيرنيتا ديال كوموني 2025 فهو مبلغ مالي اللي كتعطيه اليمس عن طريق الكوموني للأمهات الحديثي الولادة اللي يعني عندهم طفل اللي ما وصلش ل6 ديال الشهور. بالنسبة للمبلغ هو 407 أورو فاصلة 40 شهريا لمدة 5 ديال الشهور، بمعنى أن المجموع هو 2037 أورو. بالنسبة ل 2025 كاينه واحد الزيادة اللي هي بسيطة بنسبة 0.8%، وهذا المبلغ تيقروه كل سنة حسب السعر التضخم. بالنسبة للشروط الأساسية أو شروط الاستفادة من هذا البونص، أول شيء وهي الإقامة أو لا ريزيدينسا في كوموني من الكوموني ديال إيطاليا. الشخص أو الأم خصها تكون عندها الجنسية أو تكون عندها لاكارتا ديدنتيتا أو البيرميسو دي سوجورنو على حسب الكوموني. كاين بعض الكوموني اللي كيطلبوا الكارتا دي سوجورنو. المسألة الأخرى أو الشرط الثالث هو أن الأم خصها تكون كتستافد من لا ماتيرنيتا اوبليغاتوري، يعني ما تكونش كانت خدامة وجلسات ملي ولدات أو قبل من الولادة بشهرين واستافدت أو كتستافد من لا ماتيرنيتا، يعني ليمت كتخلصها لا ماتيرنيتا عن طريق الداتوري دي لافورو. فهادو ما داخلينش أو ما كيستافدوش من هاد لاسينيو دي ماتيرنيتا. بالنسبة للشرط الرابع وهو ليزا اللي خصو يكون أقل من 20,382.90. بالنسبة كي قلت أن الطلب كيدار للكوموني قبل ما يدير الطفل 6 ديال الأشهر، في حالة أن كان الكفالة أو التبني فخص ما يدوزش 6 شهور على التاريخ ديال الكفالة أو التبني. في حالة كانت الأسرة متكفلة بطفل وجا يعني دخل إلى إيطاليا عن طريق التحمل العائلي فما خصوش يدوز 6 شهور على التاريخ ديال الدخول ديالو هنايا إلى إيطاليا. بالنسبة للمسألة أو طريقة عمل الطلب، كنديروا الطلب إما عن أونلاين أو عن طريق النموذج اللي كتكون حاطاه الكوموني على الموقع ديالها. كندوه مباشرة إلى الكوموني أو كنمشيو للكوموني وكنطلبوا أننا نعمروا النموذج لطلب هذا لاسينيو. بالنسبة بعد كوموني دايرين واحد الاتفاقية مع الكاف، والكاف هما اللي كيعمروا ليك الطلب في هذا بخصوص هذا المسألة. بالنسبة للأمهات اللي كيهمهم الأمر يسولوا الكوموني، إلا كان الكوموني ما كيديرهاش فضروري غيكونوا عارفين أنه الكاف هو اللي كيعمل الطلب. بالنسبة للموافقة أو إمتى كنتوصلوا بالجواب، فالجواب كيجي ما بعد 40 أو 120 يوم، يعني شهر و10 أيام إلى
4 أو 5 ديال الأشهر. بالنسبة لهذا البونص أو السينيو ديال الكوموني ما كيعارضش أو ما كيتعارضش مع السينيو نيكو ومع أي لي التري أو لي بونص الآخرين اللي كيستافدوا منهم الأمهات حديثي الولادة. بالنسبة للخلاصة ديال لاسينيو نيكو أو شيك الأطفال لشهر 7 2025، شيك الأطفال هو المبلغ اللي كيستافدوا منه العائلات اللي عندهم أبناء أو أطفال في سن ما بين 0 حتى 21 سنة. كيختلف المبلغ على حسب سن الطفل. بالنسبة للأطفال اللي عندهم أقل من سنة فكيستافد عليهم الوالدين على 300 أورو إذا كان ليزي أقل من 15,000 أورو، والأبناء أو الأطفال اللي عندهم أقل من 3 سنوات كيكون واحد لاماجوراسيوني ديال 50 أورو زايدة على المبلغ اللي المقرر للسينيو نيكو، فتقريبا كتكون 250 أورو. أما الأطفال اللي عندهم أكثر من 3 سنوات فالمبلغ دائما كيبقى 200 أورو. لهذا الناس اللي عندهم أطفال اللي فاتوا 3 سنوات في هذا الشهر يعني داروا فيعرفوا انهم غادي يتلقاو بمبلغ اقل. بالنسبه للموعد ديال الخلاص، الموعد ديال الخلاص غادي يكون ما بين 15 و 18 في الشهر. بالنسبه للناس اللي عندهم كل شيء مقاد يعني عندهم ليزي مدايرينه هو داك يعني ما داروش ليه ما داروا ماشي يلاه عملوه. الناس اللي ما داروا حتى شي تغيير يعني اما على ليزي او تغيير كيتعلق بالنوكليو فاميليار يعني الابن الابناء ما عندهمش ما داروش هذا الشهر 18 سنه، يعني كلها مسائل اللي نقدروا ناخذوها بعين الاعتبار. وعاده غادي نتكلموا من بعد على التاخير بعض المرات او امتى ما كتخلصش لاسينيونيكو في الموعد ديالو. كي قلت ان ما بين 15 و 18 غادي يتلقاو خلاص الناس اللي ديجا ما عندهم حتى شي تغيير او ما داروش شي تغيير في هذا الشهر. وبالنسبه للناس اللي اما غيروا ليزي داروا لا جورنامنتو ديال ليزي او كان عندهم مشكل في ليزي يعني كتسمى ديفورميتا وعاودوه، والناس اللي داروا ليزي يلاه داروه لاول مره، وكذلك الناس اللي ديجا ما تخلطوش الشهر اللي فات لاسباب اخرى فهادو غادي ياخذوا الفلوس ديالهم قبل من اخر شهر 7 يعني ماشي 20 ولكن من بعد 20 ما بين 28 او 26 حتى اخر الشهر. بالنسبه للتاخير او في حاله ان ليمس ما خلصتش لينا لاسينيو اونيكو، هنايا السبب المهم اللي كيكون هو ما كتعلقش هذه المساله غير بشكل الاطفال، كتعلق بجميع المساعدات او لي بريستاسيوني اللي كتخلصوا ليمس للشخص اما لادي او سوبورتو فورماسيوني اي لافورو او مساعدات اخرى دي فاليديتات شيفيلي او لا ناس اللي هما حقوق من حق الشخص اللي كيستافد منه. فبعض المرات ما كنتوصلوش بالخلصه ما كنعرفوش السبب. فاول حاجه خصنا نقلبوا او نتاكدوا منها وهو البيرميسو دي سوجورنو بالنسبه للناس اللي عندهم بيرميسو دي سوجورنو في طور التجديد او غادي يسالي وداروا لا يعني الرينوفو. ففي حاله ان شفنا درنا الرينوفو وما توصلناش بشكل الاطفال في الموعد محدد او لا ناس كي قلت او للسفال او لادي، فضروري اننا نصيفطو او نرسلو لا ريتشيفوتا والبرميسو سكادوتو ليمبس باش تعاود تخلص لا بريستاسيوني. هذا هو المشكل المهم اللي تيكون. اما كاينين حالات اخرى خاصه فضروري ان الشخص يتاكد من سبب يعني التاخر او عدم اخلاص المساعده في الوقت المحدد كي قلت. بالنسبه للمساعدات الاخرى او الخلاص ديال لا ناسبي، فلا ناسبي كيبدا الخلاص ديالها تقريبا من 8 حتى ل 15. 8 كيتخلصوا الناس اللي عندهم اللي داروا الطلب اول مره يعني داروا الشهر اللي قبل، والناس اللي ديجا كيستافدوا من لا ناسبي فالخلاص كيبدا من 15 في الشهر.
أما بالنسبة للسينيو دينكلوزيوني، للسينيو دينكلوزيوني هو المساعدة اللي كيستافدوا منها الأشخاص اللي عندهم إيزي، يعني على حسب نوكليو فاميلياري، فليزي خاصو يكون أقل من 10,000 أورو. عاد كاين الريديتو، كاينة مجموعة من الأشياء الأخرى اللي كتاخدها ليمس بعين الاعتبار. بالنسبة للادي أو الخلاصة دي، الناس اللي داروا الطلب لأول مرة هاد الاشهر اللي فاتت، لان ليمبس كتخلص او ملي كنديروا الطلب فما كتخلصناش الشهر اللي من بعد، او ما كيجيناش لي سيميس الشهر اللي من بعد، فكتقدر تعطل حتى 3 ديال الاشهر. بالنسبه للناس اللي ديجا غادي تخلصهم ليمبس او دخلوا السيت ولقاو ان لا دوماندا يا كولتا وانها دارت الباغامينتو وحطاتو، فالخلاص غادي يكون ابتداء من هذا، يعني في هذا الشهر ابتداء من 15 شهر 7. اما بالنسبه للناس اللي ديجا كيستافدوا من لادي، فلا ريكاريكا غادي تكون في اخر الشهر ابتداء من 28، او ابتداء من 28 في الشهر، في هذا الشهر 7، لان 25 نورمالمون كتخلص 25 جات في يوم عطلة. فبالنسبة للمسألة الأخرى المهمة، وهو أن لادي أو لا سينيو دينكلوزيون تقدر توقفوا ليمس بالنسبة للناس اللي ديجا يعني وصلوا ل 18 شهر ديال الاستفادة. هنايا هاد لادي كنقدروا نعاودوا نعملوا الطلب، بخلاف المسألة اللي كان أو الأشياء اللي كان جا بها القانون أول ما خرج لادي. كانوا كيقولوا او جا في القانون، ماشي كانوا كيقولوا، كان في القانون بان الاستفاده غادي تكون 18 شهر وتحبس. اما دابا بلا ليجي او قانون الماليه الجديد ديال 2025 فالرينوفابل، الناس اللي داروا 18 غادي يجي 18 شهر وغادي توقف ليهم لادي، غادي يجيهم ميساج من ليمبس تيقول بانكم وصلتوا استفدتوا لمده 18 شهر، فعندكم الحق انكم تعاودوا تعملوا الطلب.